مع بداية شهر رمضان من كل عام، تتأهب العديد من المدن العربية والإسلامية لتجهيز ونصب خيام إفطار الصائمين، أو ما يعرف أيضا بموائد الرحمن، وهي الموائد الخيرية المفتوحة العامة والبسطاء من الناس ليجتمعوا على وجبات الإفطار تكفل بها مساهمات جمعية لكسب الثواب والأجر. المبادرة جاءت في إطار المشروع الرمضاني التضامني ضيافة الرحمن لتفطير الصائمين الخيري تسهر عليه كله من جمعية اليسر للتنمية والتضامن والعمل الاجتماعي بالتعاون مع الأيادي البيضاء من مدينة مراكش. مشروع هي توفير وجبات الإفطار مجانا طيلة أيام الشهر الفضيل لأسر معوزة وعابري السبيل وغيرهم من الفئات الوافدة على الخيمة المخصصة لهذا الغرض لترسيخ السلوك التبرعي وتعزيز القيم التضامن والتكافل مع الهيئات المنظمة للمبادرة.